السلام عليكم. طبعا اليوم الفيديو الأول من سلسلة أدوية الطوارئ، وراح ناخذ به الفولتارين. طبعا هو الاسم العلمي، والاسم التجاري هو الديكلوفيناك الصوديوم. طبعا الديكلوفيناك الصوديوم أو الفولتارين هو علاج مضاد للالتهابات، ينتمي للمضادات الالتهابات غير الاسترويدية، ويستعمل كخافض للحرارة ومسكن آلام قوي. طبعا مسكن آلام قوي مثل ألم الجروح، مفاصل، كسور، ألم الأسنان، المغص الكلوي، يعني كثير أمراض، كثير آلام، ومسكن للآلام اللهم. أيضا لازم ننتبه أنه هو ما يعطى للناس أو موانع استخدامه للناس اللي عندهم مثل الربو والقرحة وكبار السن اللي عندهم أمراض القلب. ويوجد بأكثر من نوع، مثلا يوجد على شكل أمبول يعطى بالعضلة حصرا، ويوجد على شكل حبوب بقوة 25 و50 و100 ملغرام، ويوجد على شكل تحاميل اللي هي 12.5 و25 و50 ملغرام. ايضا ما نقدر ننطيه اللي عندهم التهاب اللوزتين مع قحة. ليش؟ لانه راح يسبب عندهم تفاقم للحالة. طبعا اهم شغلة لازم ننتبه للموانع، لان اللي عندهم الربو والقرحة وكبار السن اللي عندهم امراض القلب قلنا لازم نعطيهم بديل، يعني علاج بديل ومناسب غير الفولتارين.